رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي يا بنات من اخر فيديو عملناه مع بعض روتين. فان شاء الله النهارده بقى الفيديو هنقضيه مع بعضينا كده ونشوف اليوم بتاعي ماشي ازاي. الفيديو بقى بتاع النهارده بقى حماسي ترويق بقى وروتين كده حلو، ونعمل اكل مع بعضينا وهنظبط الدنيا ان شاء الله. بصي يا بنات، الكيكه اللي انا بقطع منها ديت كيكه كانت محطوطه في الفريزر، بطلعها كده بقطعها بالسكينه مشرشره، وباخد مثلا الكميه اللي انا عايزاها وبعد كده بشيل الباقي في الفريزر عادي تاني. قطعت اللي ليا انا والبنات يعني كيكه، وعايزه اقول لكم ان هي بتفك يعني ايه، بتسيح في اقل من ثواني. او ما بتعمليها مثلا، بتعملي مثلا كوبايه شاي كوبايه نسكافيه، هتلاقي الكيكه عندك يعني ايه فكت التلج بتاعها عادي خالص. ولو مستعجله وحطيها 30 ثانيه مثلا في الميكرويف. طيب بصوا بقى، انا هنا ايه خلاص قطعت الكيكه اللي هنفطر بيها، وبرده البنات كانوا عايزينه كده. فقلت بقى ايه هعمل بقى كوبايه نسكافيه. فانا كان عندي اللبن كان فيها كيلو ونص على بعضهم، فانا قلت حرام اغلي الكيلو ونص مع بعضهم يعني، عشان خاطر اخد منهم بس كوبايه لبن. فحطيت كوبايه لبن ساقعه في الكوبايه ازاز، وحطيت في الميكرويف فيها دقيقه. بصراحه بتغلي وبتبقى حلوه يعني ايه، بدل يعني ما اغلي اللبن كله على الفاضي. عملت لي بقى كوبايه نسكافيه، وقلت بقى اخدها كده واخش اشرب، يعني اشربها كده بمزاج في البلكونه. كمان البنات عندي كانوا فطرانين سندوتشات وكده، بس طبعا بعد السندوتشات بقى كانوا بياكلوا معايا ايه كيكه وكده. فكان كمان عندنا النهارده درس، كان الدرس ناقص عليه تلت ساعه. فاللي هو ايه كنت بفطر بقى في السريع كده، اللي هو يعني انا عايزه اخلص اللي ورايا وفي نفس الوقت الحق افطر والبس وانزلهم يعني الدرس. بص هو المكان اللي انا قاعده فيه هو حيوي يعني شويه ايه، يعني بدأ فيه ناس تسكن كده. بس انا واحده من النوع اللي انا ما بنزلش عيالي ابدا لوحدهم، حتى لو المكان دوت في العماره اللي جنبيه. فانا او يمكن عشان يعني انا جديده في المنطقه، فبصراحه ايه برضو مش يعني مش عارفه المنطقه كويس، وهم يعني كمان خاف ان هم مثلا يتوهوا في العماير هنا شبه بعضهم جدا. فبصراحه ما بامنش ان بنتي تنزل كده لوحدها، فلازم اروح اوديهم واجيبهم حتى منبهه على الميس ما تنزلهمش من في شقتها غير لما ترني لي وتعرفني ان هم خلصوا، فهنزل اجي اخدهم من قدام البيت. بص بقى، خدت بقى كده الفطار بتاعي ودخلت بقى البلكونه. قلت بقى ايه هشربه في السريع يعني عشان انزل ايه اوديهم الدرس. السما النهارده كانت صافيه، النهارده كان السبت بصراحه، الجو حلو ومش ساقع قوي ولا حاجه، والشمس طالعه والسما صافيه كده، بصراحه اليوم كان حلو يعني. بس فقعدت بقى انا والبنات في البلكونه بقى كده ايه، بيخمسوا معايا في كوبايه النسكافيه بتاعتي، وبالذات بنتي الصغيره خالص. وخلاص وخلصنا ايه نفطر يعني. بصوا بقى هنا الزرع اللي كانوا بيسالوني عليه دبل او مات او كده، لا الحمد لله الزرع لحد دلوقتي اللي شغال معايا الحمد لله. فربنا يطول في عمره كده، ما يتبلش مني ولا يحصل له حاجه. بص بقى خلاص كده خلصنا وخدتهم بقى ونزلت اوديهم الدرس في السريع يعني. هو لا المكان مش بعيد يعني، هو مثلا بيني وبينهم 5 دقايق مشي من العمارتين اللي احنا ايه اللي انا بروح اوديهم فيها يعني. بس فنزلت بقى اوديهم وايه، ورجعت بقى هنا قلت بقى ايه همسك البلكونه دي بقى اظبطها، لان إيه فيها بقى فتافيت كيكه على عارفين اللي هو ساعه ما كنت بعمل الفل بتاع الزرع، كانوا هما بشرب منه حبه يعني، كانوا بيلعبوا بيه في البلكونه. فانا قلت لهم لموا اللي يقدروا عليه، والباقي بقى فتافيت صغيره مش عارفه يلموها يعني. فقلت لا انا بقى همسك البلكونه كده ايه المعها واعملها بالمكنسه واظبطها، تبقى ايه نضيفه برده معايا، عشان ايه احنا على طول بيبقى قعدتنا فيها يعني، البنات بيحبوا يقعدوا فيها، بيحبوا يعني يغيروا جو، تحسوها يعني ايه بتدي روح كده للشقه غير الشقه من جوه. فابتديت بقى اطلع الكراسي، طلعت الترابيزه، ابتديت اطلع ايه حاجه حاجه يعني. قلت انا كنت بصوا، انا كنت ممكن اشيلها كلها خالص ونفض يعني النجيله وكده، بس انا قلت لا المره دي هعملها من المكنسه، والمره اللي جايه بقى لما اشيلها انقع بقى النجيله في ميه بصابون في البانيو كده، واغسلها بقى غسله كويسه يعني. بصراحه النجيله ما فيهاش حاجه غير بس الفتافيت بتاعه فطار، بتاعه يعني بتاعت الفيل اللي هما كانوا بيلعبوا بيه. انما هي وسخه، لا مش وسخه. بصوا كمان المكنسه في النجيله بالذات بتبقى حلوه جدا. ليه؟ لان النجيله دي عامله زي الشعر كده، فالشعر دوت بياخد التراب جواه، بيبقى تحس انت هي نظيفه بس هي بيبقى جواها حاجات كده مستخبيه جوه. فالمكنسه بصراحه بتشفط كل حاجه وبترجعها كانها جديده بالظبط، تحس هي بتلمع كمان بعد ما بتتعمل بالمكنسه. مسكت بقى هنا فوطه مبلوله ميه، ومسكت بقى السور قعدت المعه، عشان كده بقول لكم بقى السور اللي بيبقى ساده بيبقى تنظيفه اسهل كتير من الحاجات اللي فيها رسومات وكده. حتى انتوا لو هتلاحظوا انا هنا لمعت السور بتاع البلكونه كله، وسبت بقى الباب البلكونه الحديد من جوه، قلت بقى لما يجوا هخليهم يتسلوا فيه كده ويلمعوا لي، عشان ايه في منحنيات ودواير وكده، هما بيحبوا يعملوا الحاجات دي. انا بصراحه ماليش يعني ايه، ماليش
يعني ايه طاقة عليها، يعني بحس انا بمل بسرعه منها. يعني بصوا لو هتلاحظوا حتى ان باب البلكونه كله تراب، بس بصراحه لما عملوه لي خلوه قشطه، ربنا يبارك لي فيهم يعني. بص بقى عملت هنا الارض بقى بالمكنسه. تبصوا تلاحظوا ان كل ما بتعمل المكنسه تحسوها بتنور اكتر. ما شاء الله المكنسه بتلم فيها اي حاجه، الشعيرات بتاعتها ما بتبقاش يعني بتتشفط منها التراب، وفعلا بتبقى نضيفه من جوه. عايزه اقول لكم ان النجيله ديت لو انت مش عندك في بلكونتك نجيله، صدقيني هتوفر عليك حاجه كتير جدا. يعني كان عندي في الاول البلكونه، كنت كل يوم تيجي تخش البلكونه تحس ان البلكونه مطربه، تحسي ان الارض فيها تراب كتير. انما هنا لما بتحطي النجيله، تحسي ان النجيله بتشرب التراب، وبتحسي ان الدنيا نضيفه حواليكي. تعمليها بس بالمكنسه تسحب لك التراب كله، وبتبقى حلوه واحساسها حلو اصلا، وتحسي هي مدفيه البلكونه كده. لا بصراحه يعني انا الحمد لله ان حظي طلع موفق في الموضوع النجيله دوت، ما اتضايقتش منه، او مثلا ما حسيتش ان هي عامله لي ازمه. لا حاساها زي السجاده عاديه، بالعكس دي بلاستيك وبتنضف على طول بحبه ميه بصابون، بتلاقيها بترجع تاني بتلمع وزي الفل. عملت بقى الارض بالمكنسه وخلصت كده خلاص، وهرجع بقى الكرسيين مكانهم والترابيزه. يعني ابقى كده خلصت جزء في الشقه، عشان خاطر انا بخلص بحاول انجز بسرعه عليه، عشان خاطر عايزه الحق اجيب البنات من الدرس. هو كان الدرس ساعه ونص، فاللي هو اما طلعت بقى وسكت بنتي الصغيره وغيرت لها هدومها وخلصت وسكتها حبه، وبعد كده بقى عملت البلكونه. كنت بخلص عشان خايفه الميس ترن عليا تقول ان هم خلصوا، فبحاول انجز الدنيا كده في السريع. بس بقى رجعت الفوزه الصغننه دي اللي احنا كنا بنعملها ببعضنا، رجعتها حطيتها يعني مكانها كده. عايزه اقول لكم كان شكلها حلو مديه روح. كفايه بس ان انت احساس ان انت اللي عاملاها، فبتحسيها حاجه حلوه بايديك يعني. نزلت بقى كده في السريع، خدت البنات، جبت بقى البنات وكده. عايزه اقول لكم يعني النهارده اليوم طالع نزل فاهمين. بص بقى طلعت بقى تاني عشان اعمل قلت اعمل غدا بسرعه، يعني عشان عندنا درس بعديها بساعتين تاني البنت الكبيره. فانتم ملاحظين بقى اللي هو يعني الواحد انا بحاول يعني اقسم يعني بين درس ودرس، مثلا اعمل اكل بين درس ودرس، مثلا اعمل بلكونه كده يعني. بصوا بقى هعمل اكل النهارده انا كنت بنتي الصغيره هي اللي كانت طالبه فريك بالكبد والقوانص، فانا ما بحبش اعمل طاجن كله على بعضه، بحب اعمل الفريك لوحده والكبد والقوانص لوحدها. طيب بصوا بعمل بجيب مثلا بصله كبيره واضربها في الكبه او بتبشريها، وبقسمها على مثلا صينيتين طاستين كده اللي انتوا عايزينه يعني. وعملت بقى طاسه للكبد والقوانص وحله للفريك. الفريك بتاعي نوعه كنت جايبه فريك الضحى، الكيس ما شاء الله بيبقى حلو جدا ومتنضف ومفيهوش اي هوا. يعني بصراحه الفريك العادي بيبقى فيه حصو وطوب كده، فريك الضحى بصراحه بيبقى حلو قوي. فباخد نص الكيس وحطيته بقى الاول بتنقعيه في ميه سخنه مثلا لمده ربع ساعه. حطيت البصلتين هنا مع حبه زيت وقلبتهم كده شوحتهم، وحطيت لهم معلقه مش عارفه انتوا بتسموها بس ده معجون صلصه على توم. تمام. حطيت بقى هنا معلقه وهنا معلقه، بيخلي الاكل كده محبش وبيبقى طعمه حلو، ومش بيبقى حراق قوي، بس يعني بيبقى الطعم حلو يعني. بصوا بقى هجيب كبد وقوانص دي انا كنت سلقاها او مقطعاها مكعبات، احطها في اول طاسه دي، ويعتبر كده الكبد والقوانص بتاعتي خلصت. انا في طريقه تانية بعملها للكبد والقوانص، بس بحس ان الطريقه دي احسن مع الفريك. تمام. انا بس بقلبها كده واخليها تتشوح مع البصله، وبحط عليهم ملح وفلفل، وتبقى كده بالنسبه لي يعني الكبد والقوانص خلصت. بصوا بقى الفريك اهم حاجه عشان تعمليه ويطلع معاكي حلو، يكون منقوع يعني مثلا ربع ساعه، مثلا اقل حاجه يكون منقوع ربع ساعه. تمام. وتكوني غسلاه كويس، وتعملي البصلايه بتاعته مش لازم تاخد لون، يعني لما تدبل بس كده خلاص بتبقى بالنسبه لي حلوه. وبحط بقى عليها الفريك. بصوا الفريك انا كنت نقعاه، هصفيه من الميه، هغسله واصفيه، وبعد كده احطه بقى احطه على البصله واشوحه مع البصله بقى تشويحه كويسه. يعني تفضلي تقلبي كده مع البصله، يعني تاخدوا تشويحه، وهو بقى يشكشك كده وتحسوه سخن كده معاكم. تمام. بعدها بقى بتنزلوا عليه بالميه بتاعته. اهم حاجه في الفريك عشان خاطر ما يعجنش منك او يبقى سواه مظبوط، يعني انك ما تكتريش الميه، عشان خاطر انت كده كده اصلا بتبقي نقعاه، فهو بيبقى شارب ميه. فعشان ما يعجنش منك، احنا عايزين يطلع مفرفر وحلو كده. كأنك عارفه الفريك اللي بتبقى حاشين بيه الحمو والحاجات دي، مش بيبقى فرفر ازاي؟ ده بيطلع نفس النظام بالظبط. فلما تيجي تحطي بقى الميه السخنه بتاعته، تحطي له الميه على وشها بالظبط. عارفين اللي هو عارفين لما تيجوا تسووا المحشي ورق عنب وتحطوا الشوربه على وش الورق عنب بالظبط، انا بعمل نفس النظام هنا. بصوا لو تلاحظوا الكبد والقوانص حط لها ملح وفلفل فقط لا غير، وبس كده يعتبر الكبد والقوانص بتاعتي خلصت. نرجع بقى تاني للفريك. بصوا انا دلوقتي هوريكم انا بحط قد ايه ميه، عشان برضو ما يبقاش ما حدش يكتر قوي يعني، فتحسوا ان هو لا عجن او كده. لا عايزه اقول لكم كان طعمه خطير بصراحه.
بصوا بحط الميه على الوش بالظبط، يعني ايه، معلش قبل ما بحطه بقى، اهم حاجه بالنسبه لي مكعب مرق الدجاج، لان مرقه الدجاج ديت بتحس ان هي ايه، بتديكي نكهه كده وطعم حلو. لو عندك طبعا حاجه عاملاها مثلا فيها فراخ او كده، اعملي جنبيه شوربه مفيش مشكله، اسقيه بشوربه يعني، بس انا بصراحه بحس ان مرقه الدجاج بتدي طعم حلو. وبحط معاه ملح وفلفل، وبتحطي معاه كركم، كركم اللي هو الاصفر، ليه بحس ان هو بيصفره كده وبيبقى بتحسيه كده طعمه ولونه فريك، فاهمين قصدي؟ بس بقى هو ده الكركم بقى اللي حطيته، وخلاص بقى كده هاديهم بقى تقليبه، هم كده كده اصلا يعني كل ده النار شغاله عليهم ومتشوح هو مع البصل. فبصراحه بيبقى طعمه حلو، وجربوه على الطريقه دي هيعجبكم قوي، وهيطلع مفلفل معاكم وهيبقى خطير بصراحه. بصوا بقى بحط الميه بتاعته، شايفين؟ بس يعتبر هي غطيته حرفيا، مش اللي هو فوقيه بعقله او فوقيه بسنتي او 2 سنتي، لا على قده بالظبط. هسيبه بقى كده يعني يستوي يعني، وخلاص طالما غلي بتوطي بقى عليه النار، وتسيبيه على نار هاديه خالص، وتسيبيه بقى ايه يستوي مع نفسه. اول ما بتكون مستوي يعني مثلا بيستوي قد ايه، انا بسيبه تلت ساعه على النار هاديه خالص. وبعد كده بقى بفتح عليه بقى بلاقيه، بصوا حرفيا كان خطير. بصوا مستوي ومفلفل، عايزه اقول كمان ان هو لسه كده سخن وفي دخان، لما بيبرد حرفيا بيبقى مفرفر خالص، يعني ما تقدرش حتى تقلبيه مثلا بحاجه وتلاقيه مفرفر، ما ينفعش يتقلب في قالب او زي الرز مثلا او حاجه. المهم خلصت الغدا كده، ودي المواعين اللي هي ايه، مش بتاعه الغدا، دي المواعين اللي هي بتاعه تحضير الغدا. تمام، يعني كان لسه احنا كده ايه، يعني بغسل المواعين اللي انا عملت بيها، يعني سلقت الحله اللي سلقت فيها الكبد والقوانص، اللي بقى مثلا اللي استخدمتها كنت ناقعه فيها حاجه كده يعني. تمام. بصوا بقى مسكت غسلت طبعا الحاجات دي كلها، وفضيت خلاص الكبد والقوانص في طبق تاني لوحده، ومسكت بقى ايه والطاسه اللي انا عملت فيها الكلام ده كله، يعني اي مواعين بقى ملهاش لازم تغسليها. ليه بقى؟ عشان انا كنت نازله يعني، يعني بعد مواعين بقى هخش البس، وعشان انزل بنتي درس تاني، عشان خاطر بقى لما اجي يبقى خلاص ما ورناش حاجه يعني، هحط لهم الغدا على طول، يبقى يومنا ايه خلص بقى ايه في الطلوع والنزول، وخلاص بقى يبقى ما وريش حاجه في الشقه، يبقى اللي ورايا بس ان احنا نقعد بقى نعمل واجبات، نعمل مذاكره. في ناس حد هيقول لي مثلا انت فيش مذاكره واحنا في اجازه، لا انا بصراحه ما بقعدش عيالي يعني مدارس مش مدارس، بننزل مذاكره، بحيث ان هي بتفتح مخهم كده، وبيبقى يعني في الاجازه كلها لبعضيها مثلا مره او مرتين في الاسبوع، مش هديهم في حاجه، بس يبقى في مخنا حاضر كده مع المدرسه يعني. وذات ان انا بنتي صغيره كمان تاسيس، فلو قعدنا ولا اسبوع حرفيا الحروف والارقام كل حاجه بتطير. فبص بقى خلينا خلاص كده، كنت بخلص بقى يعني بشطب المطبخ بقى، عشان خاطر بقى ايه، خلاص بقى كده خلاص هخلص بقى المواعين، وهشغل بقى كمان الغساله. ويعني ايه، هو بصي يعني اليوم انت لازم تفكري يعني يومك ايه عشان يمشي، ما تجيش مثلا تقولي ايه انا ورايا مثلا يومين درس ومرتين في اليوم درس، وهطلع ونازله وكده وهعمل اكل وخلاص مش مشكله. لا، حاولي تقسمي اليوم، ان انت مثلا تصحي تودي البنات مثلا الدرس، تخلصي حاجتك قبل ما تخلصي مثلا يكون هم جم، تبداي تعملي مثلا الاكل قبل ما تروحي تودي وترجعوا تاني مثلا من الدرس، يبقى الاكل معمول متجهز معاكي. يعني حاولي تويمي نفسك بالوضع ده، لانك انت لو سبتي نفسك هتلاقي نفسك الدروس الوقت بيجري والبنات جايين جعانين، طب انا ملحقتش اعمل، طب انا كنت نازله، طب كنت طالعه. غير طبعا بقى البنات مثلا اللي معاها بناتها كبار يعني، فبيروحوا بيجوا من بعضيهم مع نفسهم يعني. بس لا، احنا أنا بتكلم على الصغيرين يعني، ان احنا لازم يبقى كل خطوه طالعين نازلين. فحاولي تخلصي نفسك في البدريه، على اساس ان لما يجي عليكي بقى ايه الليل، او بناتك يخلصوا اللي وراهم يبقوا فاضيين بقى للمذاكره، يقعدوا يلعبوا، تبقي انت قاعده مع نفسك كده تستجمي، تبقى يعني تبقى دنيتك رايقه، ما يبقاش مثلا بعد ما هم بيخلصوا اليوم خلص تلاقي نفسك انت بقى عندك لسه اكل وعندك مواعين ولسه هتمسحي ولسه هتعملي. تمام. خلصت بقى هنا المواعين وخلاص، ورحت البيت لقيت نص ناقص 10 دقايق على النزول يعني. فقلت طب بالمره بقى اشيل السجاده بالمره، انفضها نفضه كويسه كده، ولمع اكنس المطبخ يعني، ولمعه عشان خاطر يبقى ايه، يبقى خلاص يعني انا لما اجي حرفيا يبقى هنتغدى، ويبقى بس كده موريش حاجه تاني في الشقه، فاهمين قصدي؟ كان عندي بقى الارض بتاعه المطبخ بقى ايه فيها زي نقط كده وبقع وحاجات، فما كانش ينفع بس مع ان انا اعملها بالمكنسه، فشيلت بقى خالص كله، وكنست بقى كنسه كويسه، وجبت بقى الشرشوبه وايه بوشت بقى الحتت اللي لازقه يعني، وابتديت اعمل بالشرشوبه. اي حاجه بقى عندك لازقه مش عايزه تطلع معاكي بالشرشوبه، بسكينه صغيره كده يعني، زي اخبطيها كده بسكينتين او كحاتيها بسكينتين، هتلاقي بسكينتين ايه، بسكينه واحده معلش، اخبطيها كده بس بالسكينه مثلا مره او مرتين، هتلاقيها خلاص نطفت معاكي. بس انا عندي بس الحته اللي بتبقى مبقعه هي الحته اللي انا بعملها دلوقتي، لان هي دي اللي قدام الرخامه اللي بشتغل عليها، يعني مثلا اي حاجه مثلا بتقع او كده بتقع في الحته ديت.
بس كده. بصوا بقى هظبطها بقى، هعملها النقطتين اللي مش عايزين يطلعوا دول بالسكينه في ثواني. بصوا نطفوا كده وبقوا فله، خليت المطبخ بقى ناشف كده وبقى كويس. وخلاص بقى هفرش بقى السجاده بقى على نظافه كده بقى، ايه موريش ايه اي حاجه بقى غير بقى الواحد لما يجي بقى يتغدى ويقعد بقى كده بمزاج ايه في مع البنات يعني، وكده مبقاش ورانا حاجه. بس هو الفيديو ده بتاع النهارده يعني، فيا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.